أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت في الليلة التي أسري بي فيها على رائحة طيبة، قلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. قلت: وما شأنها؟ قال: بين ماشطة ابنة فرعون تمشط لها شعرها إذ سقط المدرى بين يديها فقالت: بسم الله. فقالت امرأة فرعون: هذا أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك الله. قالت: أخبره. قالت: أخبريه. فأخبرت ابنة فرعون أباها فاستدعاها وسألها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر بنقرة من نحاس أن تحمى وأن تلقى فيها هي وأولادها. قالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع بين عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد ثم تدفننا. قال: ذاك لك. فألقي أولادها واحدا حتى انتهوا إلى صبي لها مرضع فكأنها تقاعست من أجله. فقال الصبي: يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. أيها المبارك، الليلة التي أسري بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج، وكانت في مكة، أي في قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهي من كرامات التي أتاها الله جل وعلا بها نبيه. وفي تلكم الليلة رأى صلى الله عليه وسلم من عوالم الغيب ما رأى. ربنا يقول: لنريه من آياتنا الكبرى. في رحلته المباركة في السماوات العلى رأى ريحا طيبة، دواء العي السؤال، فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عنها. قال: هذه ريح ماشطة ابنة فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام: وما شأنها؟ أي لما كانت لها هذه الرائحة؟ فقص جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم خبر الماشطة. قال: بين أي حين كانت ماشطة ابنة فرعون تمشط لها شعرها إذ سقط المدرى، وهو ما طال من المشط من يدها، فلما همت أن تتناوله قالت: بسم الله. المؤمن إذا وقع الأمر فجأة له يتلفظ بما يقوله في السرائر، بما يقوله في الخلوات، بما يحب أن يسمعه ويكثر من قوله، فيخرج منه بداهة. وإلا الأصل أن هذه المرأة كانت تكتم الإيمان كما كتمته آسيا بنت مزاحم في القصر، وكما كتمه المؤمن من آل فرعون كما قص الله في غافر. وهذه المرأة كانت تكتم الإيمان، لكن لما سقط المشط خرج المكنون، خرجت السرائر، قالت: بسم الله. وأنت ترى الآن اليوم من عياذا بالله يبقى الساعات أمام الشاشات أو في مجالس خمر أو في غيرها تسكن في قلبه وعلى لسانه ألفاظ وعبارات، فإذا جاء الأمر فجأة يردد الكلمة الذي يحب أن يقوله في خلوته، والله جل وعلا يأبى إلا أن يخرج من في كل أحد ما اعتاد أن يقوله في خلوته. فهذه المرأة الصادقة المباركة الطاهرة لما سقط المشط من يدها قالت: بسم الله. وابنة فرعون ربيت في ذلك القصر الطاغي على أن فرعون له الألوهية والربوبية، فهي لم يدر بخلتها أن أحدا يعظم غير أبيها. قالت: هذا أبي. كان بإمكان الفتاة أن تبحث عن إجابة تعمي عليها معرفة إيمانها،
لكنها يظهر أنها عزمت على أن تجهر بالحق بعد كتمان. قالت لا، وهي إجابة في منتهى الوضوح: ربي وربك ورب أبيك الله. قالتها المرأة بقلب صادق، قالتها وهي تعرف من هو الله. كلما ازداد يقينك بعظمة ربك زادت رحمة الله بك ونصرة الله لك كما سترى. ظنت الفتاة ابنة فرعون أنها يمكن لتلك المرأة أن تستعطفها. قالت أخبره، قالت أخبريه. فأخبرته واستدعاها فرعون، أقدمها بين يديه، سألها: ألك رب غيري؟ ووالله فرعون يعلم أنه ليس له من الربوبية والألوهية شيء، وفرعون يعلم أنه ولد وسيموت، أما الله فلم يلد ولم يولد، وفرعون مخلوق والله خالق، وفرعون سيموت وقد مات والله حي لا يموت. وما كان فرعون يجهل من هذا شيئا. الله جل وعلا يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال لها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فلما أمر بالنقرة أن تحمى وأخذت تلقى وألقي أولادها قبلها، لما ألقي أولادها قبلها بقيت متماسكة صابرة حتى انتهوا إلى رضيع، وكلما صغر الابن كبرت الشفقة عليه، ويعرف هذا الآباء والأمهات. فلما جيء بالصغير الرضيع أن يلقى كأن الأم من أجله بدأت تتقاعص تغير من موقفها، لكنها يوم أن قالت ربي وربك الله كانت صادقة. فكيد الشيطان هنا أن يجعلها تتراجع عما أقدمت عليه من الحق، فجاءتها رحمة الله، جاءها نصر الله، جاءها التثبيت من الله. على أي كيفية؟ على كيفية لم تدر على خلد فرعون مثقال ذرة. إذا بالصبي الذي نحن الآن نخاف عليه رضيع ينطقه الله في تلكم الحال ويخاطب أمه قائلا: يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. والله ما خوف الله عباده شيئا مثل أنه خوفهم بيوم لقائه لمن عصاه. قال ربنا: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أي ثبات ستكون عليه المرأة وهي تسمع ابنها الرضيع يقول: يا أمه، وهي تسمع ابنها الرضيع يقول: يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. مع العلم أن من كان حاضرا من جند فرعون سمع ولم يتعظ. وإذا كان القرآن وهو القرآن يتلى على أقوام فلا يتعظ، فمن باب أولى أن يسمع أحد رضيعا في مهده يتكلم ولا يتعظ
حتى يعلم أن النور من الله، أن الإيمان نور من الله يهبه الله تبارك وتعالى لمن يشاء، ويؤتيه الله جل وعلا من يشاء. وقد قال ربنا: يهدي الله لنوره من يشاء.